السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. وجيت لكم بفيديو جديد، للأسف الشديد من اسوأ الفيديوهات اللي انا بعملها عندي على القناة، وهو موت السلاحف المستمر اللي ما بينتهيش ابدا. بس طبعا لازم اعمله عشان طبعا بتجيلي اسئلة كتير. ومعظم اللي السلاحف بتاعتهم بتموت مش بيبقوا عارفين هي ماتت ولا لا، بيفضلوا يسألوا هل السلحفة ماتت ولا لا. آه هنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وزي ما حضراتكم شايفين كده في الكومنت، هو كده مات أدفنه ازاي؟ ده عشرة 15 سنة. طب ما مات من ايه؟ طبعا الموت والحياة ده بإيد ربنا مش بإيدينا، وكلنا هنموت. يعني مفيش حد هيعمر، بس طبعا في اسباب. زي ما حضراتكم عارفين ان السلحفة من اكتر الحيوانات المعمرة على وجه الارض. هنا طبعا برضو جالي سؤال تاني، هي كان عندها خمول شديد وبقى لها فترة منع الاكل وقافلة عينيها وبقى لها 7 ساعات مفيش اي حركة. كده هي ماتت، ويا ريت حد يفيدني قبل ما ادفنها. طبعا هما مش بيبقوا عارفين، خصوصا ان احنا في شتاء، في سلاحف بتدخل في بيات شتوي فبتبقى ثابتة، فممكن احنا نفتكرها ان هي ماتت، وممكن فعلا هي تكون ماتت. فاحنا لازم نتأكد الاول، السلحفة اللي عندنا دي ماتت ولا هي مريضة ولا هي عاملة ثبات شتوي ولا ايه بالظبط، عشان دي روح يا جماعة وهنتحاسب عليها. تمام. وطبعا لو السلحفة عاملة ثبات، طبعا كل شوية بنراقبها عشان ممكن لا قدر الله تموت وهي في الثبات. هنا طبعا في طريقة طبعا انا بنصح بيها هنا، يعني عشان نتأكد ان السلحفة ماتت، لان ممكن احنا نبص عليها كده نفتكرها نايمة. طبعا اللي عنده خبرة بيبقى عارف من شكل، شايفين شكل راسها وعينيها وايديها وشكلها بيبقى باين ان هي فعلا ميتة، بس ده لو حد عنده خبرة. هنا طبعا بنيجي باختبار بسيط جدا، ان احنا بنجيب دبوس وبنبتدي نشكها بيه، ويمكن انا شرحت لكم الموضوع ده في فيديو قبل كده، بس للأسف الشديد الموضوع بيتكرر باستمرار، وكذا نموذج بيتبعت لي وكذا سلحفة سواء مصري او يوناني. يعني احنا لو هنيجي نقول ان المصري مناعته ضعيفة، السلحفة الاولانية كانت يوناني وما شاء الله عليها، يعني حجمها كان كبير كمان. وللأسف الشديد ماتت من ايه؟ الله اعلم. ممكن يكون عمر، ممكن يكون مرض، ممكن يكون اهمال. يعني ايا كان اللي بيحصل، وايا كان سبب الموت، دي روح يا جماعة وهنتحاسب عليه. عشان كده انا دايما بنصح في فيديوهاتي اللي قد تربية السلاحف يربي، او اي حيوان تاني، مش لازم السلاحف بس طبعا السلاحف عشان كائن هادي جدا ومش مزعج بالمرة، فاحنا احيانا بننساه. يعني ممكن نقدم له الاكل ونسيبه وهو كمنه ما بيعملش صوت وما بيعملش ازعاج، فاحنا ممكن ننساه ونتفاجئ انه لا قدر الله مات. هنا طبعا برضو نموذج تاني، هنا السلحفة زي ما حضراتكم شايفين الصدفة بتاعتها طرية جدا، وانا بيتهيألي ان هي نسيتها في الشمس، عشان كده الصدفة طريت جدا، الشمس أثرت عليها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا النمل اتلم عليها، وده طبعا نموذج تاني وتالت ورابع وخامس، وهنفضل مستمرين في موضوع موت السلاحف والإهمال بتاع السلاحف وأمراض السلاحف. زي ما حضراتكم شايفين هنا برضو السلحفة مرضانة جدا. أنا كان عندي على الجروب واحدة بتقول إن هي كانت في ثانوية عامة وكان عندها سلحفة، ومن كتر ما هي كانت مشغولة في الثانوية العامة كانت بتنسى أصلا إن عندها سلحفة. فالسلحفة طبعا كانت هي اكيد مش كانت مخصصه لها بيت، والسلحفه طبعا كانت بتستخبى في اي مكان زي ما احنا متعودين. عفوا، ان السلحفة بتنقي اي ركن او اي مكان يكون بعيد عن الازعاج وبتنام فيه، فطبعا هي كانت ناسياها. وبعد ما خلصت الثانوية العامة يعني كانت كل فين وفين لما بتفتكرها وتحط لها اكل، لغاية طبعا ما صحة السلحفة اتدهورت جدا، وجاية بتسأل بعد سنة انا اعمل ايه مع السلحفة.
حالتها يعني المرض اتمكن منها وحالتها متدهورة جدا. فلو سمحت يا جماعة الخير، اللي قد تربية السلاحف يربي، عشان دي روح صدقوني وهنتحاسب عليها. في ناس كتير بيتعاملوا معاها ان هي قالب طوب، وان هي حجر، وان هي ما بتحسش وما بتحسش بينا. بالعكس جدا، يعني السلحفة حساسة جدا جدا، برغم ان فعلا الصدفة بتاعتها جامدة. بس احنا اول ما بنحط ايدينا على الصدفة، لو السلحفة نايمة بتبتدي على طول اوتوماتيك تطلع راسها وتتحرك وبتحس بينا جدا. طيب نرجع لموضوعنا ونقول، لو السلحفة لا قدر الله ماتت، ايا كان بقى السبب اللي ماتت عشانه، اهمال مننا او قضاء وقدر او عمرها انتهى، بنبتدي لازم نتأكد الاول كويس جدا ان السلحفة ماتت. زي ما وريت حضراتكم في الفيديوهات اللي كانت في بداية الفيديو، ان احنا ممكن نحطها في حمام مية الاول خالص. لو ادت اي رد فعل تكون عايشة، لو ما ادتش اي رد فعل طبعا كده بتكون ماتت. دي طبعا اعراض الالتهاب الرئوي عند السلاحف. طبعا ده للأسف الشديد علاجه بيبقى صعب جدا، والسلحفة بعدها على طول يعني للأسف الشديد بتموت. سواء بقى تسمم دموي، سواء التهاب رئوي، سواء برد شديد. يعني الأمراض كتير جدا صدقوني. لو احنا وفرنا بيئة مناسبة للسلاحف، وغسلنا لهم الأكل وقدمنا لهم أكل فريش ونوعنا لهم في الأكل، صدقوني عمر السلحفة ما هتعاني من أي مرض، ولا هتعيا ولا هتموت. تمام. طيب احنا بعد ما السلحفة تموت فيه، طبعا انا كنت عملت لحضراتكم فيديو ازاي اتعامل مع السلحفة بعد موتها. بس دي طبعا كانت السلحفة الفأس اللي عندي، اللي فأست السنة اللي فاتت، وللأسف الشديد ما حصلش نصيب وماتت. فانا طبعا وريتكم ازاي نحتفظ بالصدفة. بس طبعا الموضوع ان احنا نحتفظ بالصدفة للسلاحف الفأس ده، طبعا انا كنت بس بوريكم الطريقة. اما السلاحف الفأس الصدفة بتاعتهم بتبقى ضعيفة جدا وما بتستحملش الملح خالص. اما لو سلحفة كبيرة مثلا والصدفة بتاعتها جامدة، ممكن تستحمل فعلا تستحمل يعني ان احنا نحلل ونحتفظ بالصدفة عادي جدا. اما السلاحف الفأس لا، احنا بعد ما بنتأكد ان السلحفة ماتت بنسيبها يوم كامل عشان برضو نتأكد ان هي ماتت، وتاني يوم بنلفها في قطعة قماش ونحطها في كيس ونحاول ندفنها في اي مكان. نعمل حفرة ونبتدي ندفنها فيه. تمام. ويا ريت اللي مات عنده سلحفة ما يفكرش انه يعيد التجربة من جديد من فضلكم، الا في حالة واحدة بس. لو استفاد من تجربته وعرف اسباب موت السلحفة عنده. ايه الاسباب؟ يا ترى كان اهمال، يا ترى كان قلة اهتمام وقلة تنويع في الاكل وقلة شمس. في الوقت ده لو حسينا ان احنا فعلا نقدر نجيب سلحفة من جديد ونراعيها، لان فعلا بتجيلي برضو ان اكتر من حد يعني بيكون ربى سلحفة وماتت وبيحاول يجيب تاني من كتر حبه في السلاحف، وللأسف الشديد السلاحف بتموت تاني ويرجع يجيب تالت ورابع. ففي الوقت ده انا منصحش خالص انه يجيب سلحفة. اما لو فعلا حس ان هو قد التربية وانه هيقدر يرعيها كويس، هيقدر يوفر لها كل احتياجاتها من اكل ومن معيشة ومن شمس، خلاص اوكي ماشي مفيش اي مشكلة. وبجد السلاحف مهددة بالانقراض، برغم ان هي زي ما قلت لحضراتكم من اكتر الحيوانات المعمرة، وقدرت تتحدى اي ظروف لغاية ما وصلت يعني للزمن اللي احنا فيه ده، وان هي تقدر تكون صامدة وعايشة. وللأسف الشديد جه الإنسان بكل جبروته هو اللي هدد حياة السلحفة بالانقراض. يعني عشان طبعا كتير بيشتروا سلاحف دلوقتي، والموضوع ده انتشر جدا ان احنا ابتدينا نربي السلاحف في البيت. وللأسف الشديد كل يوم موت سلحفة جديد يعني بيتبعت لي. فيعني مش عايزة اطول عليكم بقى الفيديو اكتر من كده. اتمنى الفيديو ينال اعجاب حضراتكم وزي ما قلت لحضراتكم كده، اللي قد تربية السلاحف يربي، واللي مش قد التربية ما يربيش.
وإذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. بحبكم في الله. باي باي.